انت بالنسبه لك هتقول انا معايا 11 بطوله، ضيعت بطوله، كانوا ايه هيبقوا 12 ولا 13 مش فارقه، 11 من 13 مش فارقه كتير. انا بالنسبه لي كاهلاوي فارقه، واي حد من جماهير الاهلي واي حد بيشجع الاهلي بجد بالنسبه له فارقه. فانت ده رقم ضيعته، بدل ما انا معايا 8 ولا 9 سوبر افريقي كان زماني بقى معايا 11 بالبطولتين دول، فانت ضيعت مني البطولتين دول. طيب سيبنا من دي. كاس العالم للانديه او كاس الانتركونتيننتال بالمسمى الجديد. تخيل كده يا مؤمن لو انت كنت لعبت ماتش هجومي وماتش محترم قدام باتشوكا، كنت هتبقى يعني اول فريق يصعد لنهائي الانتركونتيننتال في التاريخ، وكنت هتبقى بطل ال5 قارات. ده غير الفلوس اللي كانت هتدخل. يا عم مش هنتكلم في الفلوس، بدل ما انا كنت بطل ال3 قارات اللقب اللي انا واخده، لا كنت هبقى بطل ال5 قارات، وهلاعب ريال مدريد في النهائي، وابقى اول نادي في التاريخ يصعد لمواجهة الفريق الاوروبي في نهائي كاس الانتركونتيننتال. طب انت خرجت من دوري ابطال افريقيا اهو، يعني انت خرجت من دوري ابطال افريقيا، يعني مفيش انتركونتيننتال السنه الجايه. ويا عالم هيبقى في كاس عالم انديه في 2029 ولا لا، لان البطوله دي كان خلاص يعني انت متعادل سلبي مع صن داونز هناك،